خلاص انا بقيت مقتنع ان مفيش فايده من ريال مدريد. نفس الاسلوب، نفس السيناريو، هيكسب في الاخر هيبقى خسران ويقدم شوط زي الزفت في الشوط الاولاني وينزل الشوط التاني يكسب. وعادي جدا ممكن نشوفوه في اخر الموسم بيرفع لقب دوري الابطال عادي جدا. الفرقه اساسا ما فيهاش يعني ما فيش عمق للفرقه، ما فيش لعيبه، ما فيش باكات، ما فيش اي حاجه. كل اللي بنعملوه كلها مهارات فرديه، حتى المدرب بره هو مش عارف هو بيعمل ايه ومش عارف، او انا مش عارف تفكيره هو ايه نفسه. يعني انا مش فاهم هو بيفكر في ايه، ولا هو موجود معانا ولا مش موجود اساسا في الكوكب. مش عارف. بس بجد يعني انا خلاص زهقت من السيناريو ده. عايزين نغير. انا مدريدي وفرحان بالمكسب، بس برضه عايزين نغير، مش كل مره نفس السيناريو. لازم يعني تخلونا كده للاخر. ما ينفعش نكسب من الشوط الاولاني مثلا 3-0. شوفوا الحلقه الجديده بتاعت ريال مدريد واتلتيكو مدريد اللي هتنزل، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. سلام عليكم.